صباح الخير. من فترة كده جه كان في مذيع الشارع كان مطلع ست طيبة ومن النماذج اللطيفة اللي هي في حياتنا، فلما جه ادالها فلوس قالت له أنا ما شقتش بيهم. في التوقيت ده كان نجيب ساويرس طلع وقال حاجة يعني فيما معناها الموضوع مش بالشقة أو حاجة زي كده، فطبعا حصل هجوم رهيب. خلينا نقول ان هو بغض النظر انه في ناس طبعا مختلفة ومتفقة معاه في حاجات كتير، ولكن محدش هيختلف ان هو بيزنس مان شاطر. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انه في كتاب اسمه ريتش داد بور داد، الاب الغني والاب الفقير، والكتاب ده مترجم وبست سيلر طبعا من 10-15 سنة، يمكن قريته شقلب لي دماغي. الراجل ده هو قاعد يدرس هو ايه اللي بيحصل، يعني ايه اللي بيخلي فيه ناس غنية وناس فقيرة، طبقة غنية طبقة متوسطة طبقة فقيرة، وليه في ناس غنية بتفتقر وناس فقيرة بتغتني. الترانزيشن ده بيحصل ازاي وليه؟ وده راجع لايه؟ يعني راجع للحظ، لان احنا عندنا كلمة حظ، وهنا بنجاوب على سؤال مهم جدا، هو الاغنياء حرامية. يعني عندي خبر كويس وخبر وحش في القصة دي، انه في امريكا برضو عندهم الاغنياء حرامية برضو يعني. فالخبر الكويس مش لوحدنا اللي بنقول كده، الخبر مش كويس انه ده مش صح يعني. ايه اللي بيحصل بقى؟ الراجل ده عشان ندرس بس دماغ الموضوع ده، وده كويس قبل ما نتكلم بقى في موضوع الاستراتيجيات والكلام ده، عشان نظبط بس هذه الدماغ اللي لطيفه، لان الاعلانات باي ذا واي والتسويق والحاجات دي لها في دماغنا بشكل كبير يعني. الراجل ده قال لك انا اقسم الناس لريتش كلاس، ميدل كلاس، بور كلاس، ناس طبقه غنيه، طبقه متوسطه، طبقه فقيره. بايه مستوى مادي واجتماعي؟ قال لك لا، بطريقه التفكير. يعني هو لما شاف عبد الغفور البرعي وهو لابس جلابيه مقطعه، فده اول ما قعد معاه كده قال لك ده طبقه غنيه. يا عم ده جلبته مقطعه، قال لك لا طبقه غنيه. والراجل ده معاه وراكب وعامل ومش عارف ايه، قال لك ده طبقه فقيره. ايه بقى اللي حصل؟ قال لك ان هو ابتدى هو بالطبقه المتوسطه. قال لك مشكله الطبقه المتوسطه هنا وفي امريكا وفي الدنيا كلها، ان هم عارفين ناس بتوع التجاره يقول لك ايه، في اصول والتزامات، في اسيت وفي لايبيليتي. قال لك المشكله ان الطبقه المتوسطه اللي بيفكر مش اللي راكب، مش اللي بيدرس، مش اللي معاه فلوس، اللي بيفكر طبقه متوسطه. قال لك مشكلته ان هو شايف الالتزامات اصول والاصول التزامات. يعني ايه بقى الكلام ده؟ قال لك انه راجل مثلا، تخيل الراجل اللي هو عبد الغفور البرعي، هو كان بيعمل ايه؟ كان بيقعد بيلم فلوس عشان يغير موبايل. قال لك لا، ده عشان يشتري بضاعه عشان ينزل يبيعها. ده ايه؟ قال لك اللي هنا هو العربيه. وقال لك في تيست حلو قوي، قال لك لو قعدت مع واحد صاحبك كده وقلت له بقول لك ايه، قول لي الاصول اللي عندك، الممتلكات بتاعتك، لو طلع لك مفتاح العربيه والشقه والشاليه، تعرف ان هو طبقه متوسطه يا راجل، مع ان هو شقه وشاليه وحاجات عظيمه. قال لك لا، هو الشقه والشاليه اللي هو ساكن فيه والعربيه اللي هو بيركبها، اسيت ولا لايبيلتي، اصل ولا التزام؟ قال لك لا، التزام. ليه التزام حضرتك؟ ما انت عملت ايه عشان تشتري العربيه والشقه؟ انت دفعت فلوس من جيبك، تمام، طلعت فلوس من جيبك، وبعدها ابتديت قعدت تدفع اقساط، وبعد لما حتى جبت العربيه ولا جبتها كاش، انت عمال تصرف عليها سباكه وكهرباء وبنزين وصيانه. الشقه اللي انت قاعد فيها نفس الموضوع، الشاليه اللي انت قاعد فيه نفس الموضوع. اذا انت لو شلت العربيه دي من حياتك، لو شلت الشقه دي من حياتك، هل هتطلع فلوس من جيبك؟ قالك لا. اذا الشقه والعربيه التزام مش اصل. اذا الشقه العربيه التزام مش اصل. امتى تكون العربيه اصل او الشقه لو انت بتاجره، لو العربيه دي مشغله اوبر فابتدت تجيب فلوس. اذا الراجل ده اللي هو لا يقرا ولا يكتب، اللي هو شكله بور كلاس، هو ريتش كلاس. ليه بقى؟ بتعريف روبرت كيوازاكي او كawasaki، انه الراجل ده شايف الاصل حاجه واحده بس، لا تعريف حاجه واحده، حاجه بتجنريت ريفينيو، حاجه بتجيب فلوس، في ماني ماشين شغال. لكن الناحيه التانيه بقى اللي هو ريتش كلاس، اللي هو بس هو بيفكر بور كلاس، هو شايف ان الحاجات دي اصول، فعمال بيشتري في فيلل وعمال يشتري في حاجات هو بيستخدمها مش بيستثمرها. استثمار قصه تانيه. لكن طول ما هو عمال بيشتري عربيات وعمال بيألف الفلوس عشان يبان ريتش كلاس، ما انا عنده مشكله كمان، هو ريتش اصلا معاه فلوس في عينه وعمال عايز يبين ان هو ريتش، فعمال يشتري بفلوس والتزامات اب تو ان هو نزل ميدل كلاس او بور كلاس. الناحيه التانيه اللي هو كان ميدل كلاس او بور كلاس بس بيفكر ريتش كلاس،
هو مش بيشتري التزامات، هو عمال بيحوش عشان يستثمرها في حاجه ان شاء الله يحطها في شهادات استثمار في وات ايفر يعني. فهنا بيعمل ايه؟ هو بيحطها في شهادات، بيدرس حاجه وات ايفر نوع الايه، مش عايز احط امثله محدده، ولكن هو في النهايه بيعمل ايه؟ هو بيستثمر، هو عايز يحط فلوسه في حاجه تجيب له فلوس، تجنريت ريفينيو، مش تحط فلوسه في حاجه تبقى التزام عليه وتقعد تستنزفه من الفلوس. وهنا بقى يا جماعه نرجع بقى للنقطه. طبعا الكتاب ده انصح بقراءته، فيه تفاصيل كتير جدا. في برضو حاجه نزلت بعدها، هو نفس الكاتب ده اللي هو ريتار ريتش. ما له علاقه بقى بتربيتنا. نرجع بقى للقطه بتاعت اللي احنا كنا بنتكلم عليها، وليه احنا شايفين اللي بره اي حد راكب او اي حد عامل حرامي. ده راجع لتربيتنا في ايه بقى؟ في شويه جوانا قله حيله. راجع من ايه؟ راجل قال لك ايه، هو كان ليه ابين فعليا، اب دكتور كده، اب يعني كان شغال في سوبر ماركت تقريبا. ففي الاب البيولوجي اللي هو الفقير، والاب الغني اللي هو كان شغال عنده في سوبر ماركت حاجه زي كده. الاتنين ربوه، لان ده كان في الشغل طول النهار وهو صغير، والتاني رباه بس في البيت. واحد كان بيقول له يا ابني ذاكر كويس، اللي هو الاب الفقير، ذاكر كويس وهات درجات كويسه وادخل كليه كويسه عشان تطلع تشتغل في شركه كويسه. الاب الغني كان بيربيه يقول له ايه؟ يقول له يا ابني ذاكر كويس وهات درجات كويسه وادخل كليه كويسه عشان تطلع تفتح شركه او تشتري شركه. واحد بيعلم ابنه يعمل سي في عشان يدور على شغل، واحد بيعلم ابنه ازاي يعمل بيزنس بلان، ازاي يعمل بيزنس، ازاي يعمل دراسات جدوى وهو صغير عادي وياخد كورسات والكلام ده عشان يطلع يفتح شركة. فشوف احنا بنطلع عاملين ازاي. احنا اللي بنطلع بيطلعونا، احنا تربيتنا كده، طالعين ان هو نطلع موظفين. مش عيب ان احنا نشتغل موظفين، عشان بس في نقطه كده ممكن ابقى اتكلم فيها ان شاء الله ما انساهاش يعني. مش عيب خالص نطلع موظفين ونحتك بسوق العمل وبعد كده نروح نشتغل. مش زي مثلا في شباب كتير في الستارت ابس، ودي من ضمن المشاكل بعد مشاكل الايكو سيستم، ان هو بيطلع من الكليه هوب ايه يعني، مهما كان واخد ماستر مش عارف منين مش هتفرق معاك حضرتك يعني. سوق العمل قصه ثانيه خالص. ولكن انا بس ايه، انت وانت شغال موظف انت مقتنع ان انت موظف انت حيزك الذهني ما بيطلعش بره المكتب ده، بره الورك ستيشن اللي انت قاعد فيه ولا لا؟ ففي واحد بيعلم ابنه يدور على شغل، واحد بيعلم ابنه يخلق فرص عمل. باي ذا واي، لو الاثنين اشتغلوا في البيزنس، الاثنين اشتغلوا موظفين، شتان الفرق ما بينهم هما الاثنين. هضرب مثال سريع كده برضه عشان الوقت. كنت مره مش فاكر يعني كان زي ورك شوب او حاجه زي كده، وكنا قاعدين في ميتنج روم كبيره ومعايا الشباب كانوا في كول سنتر. فقلت لهم الباب كان هنا كده، وقلت لهم ايه، تخيلوا السي او قاعد هنا كده كان بيناقش حاجه وباب الميتنج روم مفتوح، وبعدها واحد من الايجنتس اللي هم شغالين في الكول سنتر يعني معدي كده، قال لي تعالى يا ابني انت بتعمل ايه؟ قلت له اخبار البادجت معاكم ايه والماركت بتاع. قال يا باشا انا راجل ايجنت، انا مالي انا مالك، الكلام ده كبير قوي عليا بيه، انا ماليش انا في القصه دي، ماليش انا بادجت ومش باشا، انا قاعد وايه شغال شغلتي. وباي ذا واي يعني الولد ده بيحقق التارجت بتاعه مثلا يعني 120%. فقال له طب اتكل على الله. الواد دخل جوه قعد يتريق مع اصحابه على السي او اللي جاي يقول له بادجت واستراتيجي وكلام كده غريب. جه واحد ايجنت صاحبه برضه عدى بعديه على طول، تعالى يا ابني انت عارف حاجه عن البادجت والسوق بتاع، في حاجه بس عايز اخد قرار فيها. قال له يا فندم انا سالت المدير بتاعي امبارح، انا عن نفسي محقق 60% لغايه دلوقتي، التاني كان 120. انا محقق 70%، بس احنا البادجت بتاعنا على مستوى الاداره، واحنا في اساليب جديده ممكن نتخذها، وكنت لسه بكلم فيها الراجل. وامبارح كنت حاضر ايفنت مش عارف كان بيقولوا ايه، فخلي بالكم برضو عشان ده ممكن ياثر على البيزنس. بص قعد يكلمه كده شويه وبعدين راح متكل على الله. قال له يا ابني تمام اتكل على الله. الراجل دخل عادي جدا. طيب تفتكروا مين؟ شوف التربيه هنا بتفرق، الدماغ بتفرق. تفتكروا مين هيترقى؟ الراجل السي او ده هيراقي اللي بيجيب تارجت 120%، ولا هيراقي اللي بيجيب تارجت 70 80 90%؟ 70 80 90%. وشوف الرومرز خلي بالك هتنتشر في الشركه بعدها، انه ايه ازاي يا جماعه، لا والله دي ماشيه بالحب، لا مش ماشيه بالحب، هي ماشيه بدي. نرجع بقى لهنا ايه، هي ليه مش بالشقه؟ احنا هنشقى على فكره، ما هو كل واحد بيشقى. كنت بضرب مثل دايما، اي حد فينا هيعرف يمسك اجنه ويقعد يخبط في الصخر. حضرتك قاعد في مكتب في التكييف، انت بتتعب اكتر بتشقى اكتر، ولا اللي واقف صنيتر عمال بيشقى اكتر؟ قولا واحدا هو بيشقى اكتر. طب ليه انت بتاخد؟ معنى كده انت حرامي؟ اللي انت بتاخد اعلى منه؟ لا. ليه؟ بس انت عشان عندك نو هاو احسن منه. خلي بالك ان هم واقفين بيحفروا، في واحد اشتغل يوم كامل، واحد قال هيشتغل نص يوم، وراح سايبهم وطلع على العاصمه الاداريه. قاعد يخبط هناك وتعرف على مقاولين 3 4. فالمقاولين قالوا باشا احنا محتاجين شويه عمال. راح هو نازل تاني يوم عامل ايه؟ ما اشتغلش ما شقاش. راح جايب 3 4 5 عمال وراح طالع بيهم على هناك واخد الايه، واخد الكوميشن العموله بتاعته. تالت يوم جاب 10، رابع يوم جاب 20، خامس يوم بقى مقاول انفار.
هو الراجل ده لا يقرأ ولا يكتب زيهم، بس هو الراجل ده تربيته عقليته زيهم؟ لا مش زيهم. هل الراجل ده بيشقى زيهم؟ لا. طب اذا حرامي؟ لا برضه. الشاهد هنا ايه بقى؟ هي مش بالشقة في ايه، كلنا هنشقى كلنا هنتعب في المذاكرة، في اللي بيشقى بيتمرن، وفي اللي بيشقى بيذاكر لغاية بالليل. هو شقى، بس نوع الشقة عامل ازاي؟ مش بالشقة اللي احنا طول النهار نعمل كده. ما هو نعمل كده بس هو في واحد قاعد في التكييف فعلا ما بيعملش كده، بس هو بيشقى بيشتغل 24 ساعة. هنا بقى لما اجي افهم ازاي البيزنس انتليجنس، مش عارف بيسموها ايه، نسيت، في اكسبريشن كده بيكلموه في القصه دي. الراجل اذا كان نجيب ولا عبد الغفور البرعي اللي كبر، ولا محمود العربي اللي كبر، الناس دي اللي هي ابتدت من الصفر كبرت حظ، قال لك لا. وارن بافيت اللي هو الملياردير اللي هو عند 84 مليار دولار تقريبا، اخر ثروه سمعتها مش فاهم، قال لك ايه chance is a meeting point between good preparation and passing opportunities. يعني ايه؟ قال لك الحظ عندهم برضو حظيظ، عندهم برضو في امريكا بيقولوا حظيظ ابن لذين. قال لك ايه بقى؟ قال لك الحظ هو نقطه التقاء بين التحضير الجيد والفرصه لا تمر. حضرتك ذاكر، اعمل اللي عليك، شغل دماغك، ما تقعدش في الحيز الذهني بتاع الايه، بتاع الشركه. خلي بالك الفلوس ما بتتعملش في الشركه، الفلوس بتتعمل في اليخت في الجونه، وهم قاعدين لابسين تيشيرتات البولو قاعدين الفلوس بتبقى هناك على فكره. فهو البيزنس اونر مش قاعدين هناك بيصيعوا ويعملوا بيزنس هناك في الايفنتات، في الكونكشنز، مش في المكتب. الميتنج روم بتاعت الشركات معموله عشان تدير الفلوس، لكن الفلوس بتيجي منين؟ ما بتجيش من جوه الشركه بتيجي من بره الشركه. فانا لازم اكون عارف اللي بيحصل بره الشركه، فاهم الايكو سيستم اللي احنا عايشين فيه عامل ازاي. فهنا اللي بيبقى بقى اللي بنقول عليه ان هو حرامي ومش حرامي، لا، هي القضيه مش كده. خلي بالك، في واحد هو كده كده دماغه حلو، هو بيعرف يعمل فلوس، بيعرف يعمل ماني ماشين. هو كل القضيه الاتنين، واحد ذمته واسعه واحد ذمته مش واسعه، فهم ماشيين. واحد لقى موظف مرتشي فراح مسلك له حاجه، هل معنى ان هو ما لقاهوش ما كانش هيبقى بيزنس مان شاطر؟ او ان هو كان هينجح؟ كان هينجح برضه على فكره. هو بيزنس مان، هو بيزنس مان، لان الحرامي اللي مش بيزنس مان هياخد الفلوس ويصرفها وهيرجع تاني فقير. طب هذا بس كان شاهد عشان الكتاب ده انصح جدا بقراءته. طبعا نيجي نتكلم في الاستراتيجيه، مش عارف لما تيجي تقول استراتيجيه ولما تيجي تحط، يعني سواء في الشركه او في حياتك الشخصيه وحياتك الزوجيه، الموضوع ده هيفرق كتير جدا في التظبيط ده، وان انت تكون في توافق مع مراتك بقى في القصه دي. لان انت لو شخصيا بقى على مستواك الشخصي لما نيجي نتكلم في الامثله دي، انت هتفكر شويه بالشكل ده، بالشكل الريتش كلاس. يعني لازم تحل المشكله قبلها بقى وتقريها الكتاب ولا حاجه، عشان ايه هتقابل حاجات عظيمه جدا لو ايه. فده كده سريعا اقروا الكتاب لغايه لما نيجي نتكلم، عشان ده سيت اب مهم جدا جدا، عشان لما نيجي نتكلم عليه بعد كده نبقى ايه مربطين مع بعض يعني.